السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعت لكم تاني بفيديو جديد في قناة عزة السودان. وزي ما شايفين فيديو اليوم عن أجمل وأحلى وأروع العادات والتقاليد السودانية اللي هي عادة الجرتك اللي بتتميز بها كل عروس وعريس. وطبعا في ناس ممكن يعني تخلي الزفاف لكن ما ممكن تخلي الجرتك. وفي ناس كتيرة جدا يقول لك نحن والله العظيم ماشيين نحضر العرس عشان نحضر كمان الجرتك. زي ما شايفين العروس بتكون لابسة ثوب أحمر وجلة والعريس جلابية، وكمان أهم حاجة البخور من ورا هناك زي ما شايفين بيكونوا شايلينه والمعازيم. ويعني بجد بجد من أحلى الطقوس السودانية. هنا العرسان بيكونوا ماشيين خطوة خطوة وعلى أقل من مهلهم، والناس حواليهم وبتلاقيهم كمان من قدام، وبتديهم دايما أجمل الدعوات والعبارات إن شاء الله بيتمالوا عيال، إن شاء الله تتهنوا، يعني العبارات اللي دايما بنقولها للعرسان. يلا دي طبعا من اجمل اللحظات برضو في الجرتك نفسه اللي هي الضريرة. الضريرة دي بيكون مسحوم كده من المحلب وشنو يا ربي تاني المحلب نسيت مسحوق بيعملوه من المحلب والصندل وبعض العطور، بيعملوا كده في راس العريس، وطبعا مع بعض الاغاني الليله العديل والزين. وبعد ده كل الشباب الموجود الما متزوج بيقوموا يعملوا له برضو الضريره في راسه. وطبعا برضو من ضمن الحاجات اللي بتتعمل من الجرتك رش اللبن، انه العريس يرش العروس والعروس ترش العريس باللبن. بس هنا غرروا انه يترشوا بالمويه، بس صراحة انا برضو بشوف انه يترشوا بالمويه احسن برضو من يعني يترشوا باللبن. وهنا العريس ما كان عارف، بعد العروس رشته. برضو دي من اجمل الحاجات انه الناس يعني بتصفق كده ومع الاغاني وبتنبسط وبيضحكوا. يعني دي يمكن تكون اكتر فقرة من في جرتك الناس بتضحك فيها صراحة وبتنبسط فيها. عشان كده يعني جرتك فيه كذا حاجة، عشان كده الناس بتكون منتظرة اللحظة دي ومنتظرة لحظة الجرتك، دايما بتكون أحلى من الزفاف بكتير. بعد ما يعمل كل حاجة بعد ذاك يقوم الفنان يغني أغاني السيرة والأغاني الحماسية، والناس ترقص مع بعض، والمباخر والبخور والعطور والحاجات الحلوة دي، والناس ترقص أغاني السيرة اللي هي معروفة: حققت الأماني ليك من كل بيت آلاف التهاني مبروك يعني صوتي كيف. طبعا الكثير جدا من الاغنيات الحماسيه واغاني السيره ومبروك يا عريس ومهين كثيره نفسي كان اغنيها لكم هنا الناس حوالينهم طبعا واقفه بتصور وبتبارك وبتغني. يعني دي يمكن تكون زي ما قلت لكم اكتر اللحظات الناس بتجيب بتصور فيها. يعني ممكن الزول الزفاف ما يجي، لكن لما يعرف انه جرت قرب يقوم يجي. صراحة لحظات جميلة شديد، والف مبروك للعريس والعروس وعقبالكم